ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد والله ده احلى كب كيك ممكن تعملوه بمقادير مظبوطة جدا، ويطلع معاكم هش وخفيف وحاجة تانية خالص. ويلا على طول نشوف المقادير. معانا كوبايتين دقيق منخولين كويس، ومعايا كوباية ونص لبن، كوباية سكر، معلقة نشا، 2 فانيليا، وكيس بيكنج باودر، وكمان بيضتين، ومعلقة خل كبيرة، وكمان هنحط رشة من الكربوناتو، ونص كوباية من الزيت. ضفت المكونات الجافة على بعضها وقلبتها بشكل كويس، وهنعمل المكونات السائل. نزلت ببيضتين وهنزل عليهم بالفانيليا والسكر، وهضربهم بالمضرب اليدوي كده، وبعد كده هنكمل بالمضرب الكهربي. وعلى فكرة يا جماعة، بنوت حبيبتي هي اللي كانت بتعمل لنا الكب كيك المرة دي، صممت ان هي اللي تعمله بايديها الحلو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعليق حلو الفرح. هنضربه بالمضرب كويس لحد ما يوصل للون والقوام ده، وبعد كده هننزل باللبن شوية بشوية، مش دفعة واحدة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ونزلنا بالزيت، والزيت نص كوباية من ضمنهم كنت حاطة معلقة من السمنة السايحة. شلنا المضرب الكهربي في الوقت دون، ونزلنا بالدقيق على دفعات 3 معالق ب3 معالق كده لحد ما هنخلص الدقيق كله، عشان نحافظ على كمية الهواء اللي دخلناها. بجد طريقته سهلة وبسيطة، بس طعمه بجد في حتة تانية خالص. في الوقت ده كنت خلصت الدقيق اللي معايا كله. هنقلبه بشكل كويس، وهننزل بالخل والكربونات، وطبعا هنقلبه بس مفيش مبالغة في التقليب، ولازم نظبط القوام في الوقت ده. يعني لو القوام تقيل هنزوده معلقتين من اللبن، ولو خفيف هنزوده معلقتين من الدقيق. واللبن يا حبايبي كان معايا دافي. قسمت الخليط نصين، نص حطيت عليه نص معلقة من فانيليا البرتقال، والخليط التاني ضفت عليه معلقة كبيرة من الكاكاو، ومعلقتين من اللبن علشان اظبط قوامه. كده الخليط كان جاهز، وهنصبه زي ما انتوا شايفين كده. ما تمليش الكبات قوي، خليها لحد النص كده. ولو وصلت لحد هنا معايا يا حبيبة قلبي، ما تنسيش لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. حطينا الخليط وزينا من على الوش بشوية من شوكليت شيبس زي ما انتوا شايفين كده. هعمل باقي الكمية، وهتشوفوا كوبايتين الدقيق طلعوا معانا كام قطعة من الكب كيك. بتمنى بجد تجربوه بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم في كومنت. وتسلم ايديكم مقدما، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وهنا فروحة خلطت شوية من الفانيليا على شوية من اللي بالكاكاو، وهتعملهم وهيطلع بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. طبعا الفيديو موضح الخطوات بالظبط. هو بعود شيش طاووق كده، وعملته بشكل عشوائي كده، وكان بصراحة شكله حلو جدا. اتبقى معانا شوية من الخليط، نزلناه في مج زي ما انتوا شايفين، وحطيناه في الميكروويف، وطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بعد ما طلع فروحة حطت عليه صوص شوكولاتة وفرماسيل، وطلع بالجمال ده. بجد تحفة. المج اتاكل حرفيا قبل ما الكب كيك يطلع من الفرن. الكب كيك بيدخل الفرن على درجة حرارة 170، هيقعد معاكم من 15 دقيقة ل20 دقيقة، وهيطلع بالجمال ده. بجد شوفوا الجمال، طالع خفيف وهش، وعبارة عن سفنج كده. وطبعا الفيديو موضح زي ما انتوا شايفين. شوفوا الطراوة بتاعته، ما شاء الله، بجد حلو جدا، ولازم تجربوه، وان شاء الله يطلع معاكم ناجح من اول مرة، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ولحد هنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا. بتمنى من كل قلبي انه يكون عجبكم ونال رضاكم. ولو انت وصلت معايا لحد هنا يا حبيبة قلبي، ما تنسينيش بلايك وتعليق من ايديك الحلوين. ولو انت اول مرة تشوفيني، ياريت تاخدي جولة سريعة كده في القناة، ولو عجبتك فطبعا يشرفني ويسعدني وجودك معاي. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.